لفظي واحد وتعامل واحد، لكن بعض الجنسيات مختلفة. على أرض كلية الشرطة العراقية يعيش جمع من الطلبة العرب تجربة تطبق لأول مرة في البلد، ألا وهي فتح باب الكلية للتعاون بين الدول. استقبلنا طلاب وافدين من دول عربية شقيقة، استقبلنا من دولة فلسطين 9 طلاب، ومن جيبوتي 3 طلاب، ومن السودان 5 طلاب. الطلبة العرب هنا يعيشون ما يعيشه الطالب العراقي بكل التفصيلات، فهم يعملون على جمع خبرات أمنية وعلمية نادرة لنقلها إلى بلدانهم. العراق أجت أكثر من منحة، مصر، تركيا، بس العراق اسم وعريق كمان. العراق الفصيل أصبح أسرة واحدة، يعني ماكو فرق بيني وبين عراقي، حتى تعامل الضباط، تعامل أمر الفصيل، تعامل عريف الفصيل، كله نفس الشيء. الهدف المرسوم والموضوع غايته الانفتاح وإرسال رسالة بأن العراق قادر على احتضان الجميع، فما يجري سيسهم بلا أدنى شك برفع تصنيف الوزارة أكثر مما هي عليه الآن. وزارة الداخلية على اعتبارها في مصاف الوزارات للدول العظمى التي تعنى بالشراكة الحقيقية لتأمين الشراكة العربية للأمن العربي المشترك. طلبة عراقيون أيضا يعيشون تجربة الابتعاث الأمني في كل من دولة قطر وتركيا وإيطاليا، وهو خط تعمل عليه الجهات المعنية بتوسيع الابتعاث والاستقبال إلى دول أجنبية وعربية أوسع. يخطو الطلبة العرب إلى كلية الشرطة وهم يعبرون نحو تجربة صيغت في قلب العاصمة، اختبرت في مناهج أمنية، تشكلت من صراعات معقدة، انعكست في بحوث راسخة تجمع بين الفكر والميدان. إنها خطوة استراتيجية تضيف للعراق ثقلا جديدا وتمنح الأشقاء الدارسين رصيدا علميا وعمليا نادرا. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.